طلعوا على كيف سرابيل بغطي على الوباية فيه. احنا غالبا مجانين، ده مش غالبا ده اكيد. عديت ومش بطلب هنزل يمين ومش هطلب سايب الشديد ومش هطلب دول مش ابدين بيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده انا جايه يعني بجد يعني زعلانه زعل شديد 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 جدا. يعني انا زعلانه والله. فجايه النهارده انصح كل سيده وكل فتاه مقبله على الزواج. يعني انا جايه ست فتاتات جايه تنصحك نصيحه لوجه الله، مش واخده منك ولا فلوس ولا هتديني فلوس ولا هتطلعيني ترند. لا 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 لا. انا جايه انصحك نصيحه لوجه الله، ان انتي يعني بصوا هنشوف بس حاجه بسيطه كده قبل انا عامله الفيديو ده. طبعا يا سيده شيرين انا بنحبك حب شديد 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 فوق الوصف. يعني السيده فتاتات من موقعها هذا انا بحب سيرين عبد الوهاب جدا، وهي كانت المغنيه بتاعتي وانا لسه نونو كده في اللفه صغنه. هي اللي كانت بتنيمني وهي اللي كانت يعني بحس بالامان كده كل ما بنسمع الاغنيه بتاعتها. مش معنى كده ان هي يعني بنكبر الست ولا حاجه، لا، بس هي كبيره برضه يعني. المهم عشان ما نهلبش بلا الموضوع، يعني انا مش عارفه يا سليم، يعني انت خدتي الخطوه السلبيه دي ليه وازاي؟ انا مش عارفه. يعني انا لغايه دلوقتي من موقع الست فتاتات هذا على هذا الكرسي وعلى هذا المقعد انا مش عارفه انت ليه حلقتي شعرك. يعني انا مش عارفه انت ليه حلقتي شعرك وعملتي كده ليه. جت بقى مذيعه في استضافه في التلفزيون بتقول لها هل انت يا شيرين كنت بتحبي شعرك عشان يعني انت عملتي الخطوه السلبيه دي؟ قالت لها جدا، كنت بتحبي شعرك جدا. قالت لها طبعا ما انت بتحبي شعرك جدا يا شيرين، يعني انت ليه حلقتي شعرك؟ كان رد الست سلين عليها قالت لها عشان ابين لحد معين ان انا اما عاوز اتخلى عن حاجه بقدر اتخلى عنها وانساها خالص، امسحها من حياتي خالص. هي طبعا بتلمي على مين؟ انا قلت لك يا سليم في الفيديو اللي فات، قلت لك بلاش موضوع التلميه ده، ما تلميش على حد، بس انت برضه مصممه ان انت تلمي. بس يلا نشوف السيدة سيرين بقى كده في المهرجان الإماراتي. نشوف كده في الإمارات عاملة ازاي. يعني أنا بستغرب والله إن واحدة بهذا الجمال وبهذا الجسم اللصيق ويعني الجمال ده، وكان شعرها جميل خالص. يعني كنت بحب شعرها قوي قوي. يعني كان نفسي نقول لها انت بتستعملي انهي نوع جاز، بتستعملي مثلا انهي نوع اللي هو بتستعملي بخ البيلوسول ده مثلا في شعرك بيخليه يلمع ولا ايه. ما يعني انا استعملت حاجات كتيره جدا في شعري بس ما فيش حاجه محوجه، ما فيش، مش طالع باللمعان وبالنعومه دي، بس طالع احلى. الجاز بيخلي الشعر جميل. المهم يعني انتوا شايفين المنظر كده، وبتقول لهم بقى يعني اتمنى ان انتوا تتقبلوا منظري بالشكل ده. هو بص يا شيرين انا متقبلاكي باي وضع، اي وضع انا متقبلاكي فيه يا حبيبه قلبي، طويله قصيره تخينه رفيعه، هتمثلي هتغني. انا عن نفسي طبعا يا سلين انا متقبلاكي على اي وضع، طويله جميله، انتي بصي صوتك رائع رائع رائع، يعني صوت رهيب. ما اقدرش ان اي حد يقول اي حاجه. فاحنا حبيبه قلبي يعني احنا في ظهرك، مش هنقف كده كتفنا في كتفك كده زي حسام اللي وصلنا ده ما وقف جنبك. لا، انا في ظهرك كده، هنقف في ظهرك ما تخافيسي. انا مدعماكي وهنعملك فيديوهات كتيره على القناه بتاعتي، وهنقول شيرين عبد الوهاب اروع صوت، يعني بتمثل السيده ام كلثوم الثانيه. عايزاكي ترجعي للفن تاني. وايه حلاقه الشعر دي؟ لا 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 لا. بصي طولي حته صغننه هيبقى حلو معاكي، عشان انا كنت بنتغاظ من شعرك بصراحه. طيب نسمع بقى راي اللي فيه البت اللي انا بنحبها اللي هي ضد الرجاله دي. اسمها ايه؟ ما تردي عليا يا بنت. الله، اسمها ايه يا بنت يا لوتان؟ اسمها لضوى السلبيني. بنت بغاثه ردت عليا، لضوى السلبيني قالت يعني احنا بندعمك
ونضال المحمدي ولا الاحمدي دي برضو قالت كده، وبصراحه وعمرو اديب برضو قال كده، يعني كل الناس قالوا كده. بس انا بقى جايه من موقعي هذا، يعني جايه انصح بالكلمتين بس كده لكل سيده متزوجه. اوعي تقولي الكلام ده لجوزك. قلتي الكلام ده لجوزك هيروح يطلقك، انت حره. انا ننسى. يلا نقول ايه بقى؟ ان انت لازم تستغلي. ليه؟ يبقى معاكي فلوس، يبقى معاكي 2 جنيه 3 جنيه. البت بغاسة عاوزة حاجة تديها مثلا البت مليومة عاوزة حاجة تديها مثلا نص جنيه تدي. ده الصح. ما عليكي بقى من المصروف اللي بيديهولك، الفلوس اللي بيديها لك جوزك المصروف والكلام ده. لا، انت لازم يبقى معاكي فلوس وحاكمة ذاتك كده. يعني انت قاعدة مالية مركزك زي الست فتاتات كده. بصوا مالية مركزي تدي مالية مركزك كده وقوية عبد. وده اللي يخلي الست دي يعني المستحيل حضرتك ممكن يعني اللي يهدني الجبل ما يهدنيش. والنعمة انا لو فال عدى من جنب هنطلع نجري. فلازم يعني انت يا سيدة تستغلي. مش معنى كده ان بنقولك اذبحي لجوزك القط، لا، ولا قطه ولا كلب ولا فار. اللي بتقدري تذبحي له القطه اصلا. يعني هو برضه اللي كلمته ماشيه واوامره ماشيه. يعني اي حاجه يقولها لك طلباته مجابه، بس اعملي حساب لبكره. ما تحبوش خالص. يعني انت انا عارفه ان اي واحده بتحب الراجل، بس ما تحبوش. جوزي لازم نحبه بس ما تحبوش قوي. يعني ايه حب في الوسط في المعقول كده. دي نصيحه من السيدي فتاتات. يعني انتوا شفتوا شيليه كانت عامله ايه من السنه اللي فاتت. يعني متجوزاه بقالها 3 سنين يا قلب امي. كانت عامله ايه السنه اللي فاتت؟ كانت بتقول له سني يا حسام، سني يا حسام. مسالها حسام على يعني هي كانت بتغني قالت له حسام تعالى يا حسام سني. وقام جاي القصايدنا قام سايلها، بس كانت هتقع مني. يعني السنه اللي فاتت شفتوا كميه الحب ولا النظرات اللي كانت ما بينهم؟ شفتوا دلوقتي حلقه صالح. يعني ما فيش راجل ليه امان. اوعي تثقي في الراجل، اوعي حتى لو جوزك ما تثقيش فيه. خطيبك بس اللي تثقي فيه، خطيبك بس هو ده اللي تثقي فيه. تثقيش في حد تاني. خطيب مين؟ يا نهار اسود. اخوكي بس اللي تثقي فيه. اخوك، انا قصدي اقول اخوكي، قلت خطيبك يا دي النسيبه يا سوادي يعني. اخوكي بس، اخوكي اللي تثقي فيه، اللي هو اسمه على اسمك. اهو سهلت لك الموضوع عشان ما انسحبت الامور على بعض. يعني مش عايزين نصعب الامور على بعض. هو مين؟ الاخ اللي من الاب والام. ده بس اللي تثقي، بس اللي تثقي فيه، مش حد تاني. تمام؟ بس دي نصيحه من السيده فتاتات. يعني احنا شفنا سيرين عبد الوهاب كانت بتقول له سني ومش سني، وكانت النظرات والورد زي ما انا ما وريتكم في الفيديو اللي فات يا قلب امها. ودلوقتي يا ولداه ما يعني بس هي قويه. سيلين لازم تكوني قويه يا سيلين. اوعي يهزك ريح يا سيلين. لازم تكوني الجرس هيلين. لازم تكوني قويه يا سيلين. اوعي يهزك حد. اوعي. انا الست فتاتات انا عارفه انت بتشوفيني حالا دلوقتي على الهوا. الفيديو ده هينزل حالا دلوقتي عشانك انت يا سيلين. بس انا ما خلاص بقى. يلا مع السلامه والسلام عليكم ورحمه الله. عشان انا مخنوده من سيلين. بنت بوغاسه هدتني شويه، عملت لي كوبايه ميه هدتني شويه. يلا كله على الله. المهم خدي بالك من جوزك، ده اهم حاجه تاخدي بالك منه. ما تثقيش فيه. اوعي تثقي فيه. نعيد الكلمه اهو مره واثنين وعشرة و100. اوعي تثقي في جوزك. تثقي فيه اوعي. يلا السلام عليكم ورحمه الله. وجمادي يا سيلين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونشوفكم في الفيديوهات القادمه. وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب اللي هو الاستلاق. يعني الاستلاق ايه؟ مش عارفه الاستلاق؟ لازم الست فتاتات تعلي صوتها كده وتقول الاستلاق. عايزه نتكلم كلمتين انجليزي مش عارفه. متعلمه كلمه السبسكرايب وانتوا برضه. يعني ايه سبسكرايب؟ يعني ايه سبسكرايب؟ لسه متعلمها جديد، لسه متعلم اللغه الانجليزيه. سبسكرايب اللي هو الاستلاق يا بت. الاستلاق وتمنت حلو.
حلو، انت حلو كده يفتح نفس الست الفتاتات. وادعموا سيلين والنبي، ادعموها وادعوا على حسين، ماشي، ادعوا عليه. ونشوفكم في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.